احنا جينا هنا لشعبنا، احنا في بلدنا على فكرة، جينا نؤازر شعبنا ونقف جنبه، لا نجامله. زي ما قال سيادة الرئيس، احنا مش نستنى سوريا تجيلنا، احنا اللي نجيلها لانها بلدنا. كل الحب والود لأهل سوريا، وما اقولش دعمها ابدا، احنا واقفين معاكم في خط واحد. احنا ممثلي الشعوب على فكرة، اللي جالسين دول مش ممثلي الحكومات، ممثلي الشعوب. فالشعب دائما يعبر عما في قلبه وعما يريده. سعادة ومعالي الأخ العزيز أستاذ محمد ريكان الحلبوسي صاحب المبادرة ما كانتش مدرجة في جدول أعمال مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي المقام حاليا في بغداد، لكنه سيادته عرض علينا الفكرة ولاقى إجماع على إدراج هذا البند، وسيادته وفر لنا الطائرات العراقية وخط سيرها في ثواني. قال هتروحوا دمشق تلتقوا بفخامة الرئيس الدكتور بشار، ثم تلتقوا بإخوانكم في مجلس الشعب السوري. هذه فرصة ومناسبة لكي نلتقي بكم أول مرة، ولم تكن مخططة إطلاقا. هذا دليل حب لأهلنا في سوريا، وإن شاء الله هنيجي كمان وكمان وانتم هتقولنا، وسوريا دائما حرة للأبد زاهرة تعيش في رفاهية ورخاء. شعبها العربي العظيم صاحب البطولات سوف يظل هذا الشعب الصامد الجميل الذي نحبه جميعا.